تعال اقول لك على اسهل طرق لعيبه فيفا موبايل بتجيب بيها جواهر كتيره جدا من زمان. اول حاجه الديفيجن ريفلز، عندك هنا ثلاث انماط مختلفه: الهجوم التنافسي، وجها لوجه، نمط المدير الفني. الثلاثه دول مش محتاج انك تلعب مباريات كتيره جدا ولا تتصنف تصنيف عالي جدا، كل ما في الامر انك هتلعب 3 او 4 مباريات علشان تبقى مصنف، لان في حاجه اسمها التصنيف الاسبوعي بيديك اكتر من 1000 جوهره كل اسبوع. يعني انت على حسب التصنيف بتاعك من رقم 1 لرقم 20 في التصنيف هيفرق في حوالي 300 400 جوهره بالكتير، مش كتير قوي يعني، بس انت على الاقل هتكون ضامن من الثلاثه دول كل واحده 1000 جوهره. ودلوقتي هقول لك ليه اهم حاجه تحصل بيها على الجواهر هي انك تبقى في دوري نشط. تاني حاجه هي انك تشترك في دوري نشط يكون مستوى كويس، هتلاقي فيه المكافآت دي على حسب اللاعبين اللي موجودين في الدوري ده ما يخلصوا المهام كلهم مع بعض. المكافآت دي هتلاقي فيها جواهر كتيره جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه موجوده هي لوحات الصداره كل اسبوع على حسب نقاط الموسم اللي الدوري بتاعك حصل عليها هتاخد مكافآت عباره عن جواهر كتير من المركز 1 للمركز 20، 10000 جوهره للمركز الاول و8200 جوهره للمركز ال20، يعني حاجه ممتازه جدا. ثالث حاجه وهي مقيدات الدوري. مقيدات الدوري على حسب النقاط اللي تحصل عليها من الدوري بتاعك بعد ما تخلص المهام انت وزملائك، هتقدر انك تحصل على 2500 جوهر ب 10000 نقطه دوري كل اسبوع. بعد كده في نمط التحدي هتلاقي صناعه الايقونه او طريق البطل، الاحداث دي بيكون فيها 3000 جوهره تقدر انك تحصل عليها بكل سهوله من خلال مباريات سهله جدا. اخر حاجه معانا وهي السجلات، سواء سجلات بيكهام او سجلات ابراهيموفيتش اللي موجوده حاليا. تقدر بعد ما تخلص النمط العادي وتفتح نمط الكابوس هتلاقي في مباريات كتيره جدا هتلاقي فيهم حوالي 500 او 1000 جوهره، يعني هتلاقي عدد محترم جدا من الجواهر. كده عرفتك كل الطرق المجانيه والسهله اللي تحصل من خلالها على جواهر. لو استفدت من الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتعمل شير علشان غيرك يستفيد.